وصول للحاج حسن أبو دياب والحاج إبراهيم أبو دياب، معالي المستشار أحمد بك محجوب، ومعالي المستشار رشدي الهادي سلطان، والأستاذ خالد فايد بروق. والشكر موصول باسم جميع العائلات المرتبطة بهم جميعا، عائلات آل الزهيري. أشكر باسمكم وباسم الحاج عبد السلام الزهيري، الحاج عبد الناصر الزهيري، والأستاذ صبري الصاوي، وهذه الوجوه الطيبة من جميع عائلات قرية أبو ياسين. شكر الله مسعاكم جميعا وتقبل الله عزاكم. هيا بنا في هذه الليلة لننتقل بحضراتكم من ساحة القرآن الكريم إلى ساحة العلم والعلماء، لنعيش مع فارس الكلمة وخطيب الخطباء، ينطق لنا بخير منطق، منطق أولو الألباب، فارس الكلمة الدكتور محمد أبو رحومة. يتفضل مشكورا. اللهم صل على سيدنا محمد. قل اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد. من الواحد الأحد؟ من الواحد الأحد؟ الواحد الأحد هو الله، الحي هو الله، المميت هو الله. الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا، وفي سيدنا رسول الله لنا شرف لحاضرنا وماضينا، وروضته تفوح شذا وقد ملئت رياحينا. أبو بكر بجانبه، أبو بكر بجانبه، أبو حفص ينادينا. أقيموا العدل بينكم، أقيموا العدل بينكم، وللحق الموازين. وصلينا عايزك تصلي على النبي. وسلمنا على المختار هادينا. نور النبي صل عليه، القرشي صل عليه، الهاشمي صل عليه. نور النبي الهاشمي شجاني وأذاب قلبي والمنام جفاني. سيدي خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب القلوب. قال له الله في القرآن إنك ميت. وهنا قبل أن أبدأ اعلم رعاك الله أنك ميت، لأن النبي لو كان هناك أحد سيخلد لكان أولى أن يخلد رسول الله. سيدي خير الأنام وله أعلى مقام. ربنا صلى عليه، ربنا صلى عليه، والملائكة الكرام
فله منا التحية وله منا السلام. اللهم صل على سيد البشر محمد. ناس تركز معايا. أما بعد، الله يصلح لك يا عم الحاج أحمد. أما بعد، فإنها والله لعظة وعبرة. إنها والله لعظة وعبرة أن يخلقك الله عز وجل لتعبده وتوقره وتسجد بجبينك وجبهتك لباريك، ويرزقك الله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دايما كده عايزك تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلقك للعبادة، لانك مهما طال بك الاجل لازم ليك محطة تنزل فيها. حج احمد الله يرحمه رحمة واسعة، طال مهما طال، وشقي في حياته مهما شقي، وتعب مهما تعب، ومرض مهما مرض. فجاءت الساعة وجاءت اللحظة ليفارق الأحباب ويفارق الأحبة. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحاج أحمد الله يرحمه كان بيحب العمل. دايما الإنسان اللي بيحب العمل ويحب يطلع للقمة عيشه يقعد في أرضه يشتغل يبص على زرعه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب الإنسان الذي يشقى في حياته ويتعب. بارك الله في البكور، وقال عنها سيدي وحبيبي رسول الله محمد: هذه يد يحبها الله والرسول. أما عن الابتلاء فهو رجل ابتلي في حياته من أمد، إن دل فإنما يدل على محبة الله له. لما قال النبي محمد، نفسي اسمع لما بقول النبي محمد الناس برضو ساكتة. ده في شهر ربيع، يعني لما تسمع اسم النبي صلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما عن الابتلاء فأشد الناس بلاء الأنبياء. اسمع، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وإنما يزاد البلاء على حسب إيمان العبد. فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وانظر هنا، انظروا يا أحباب رسول الله محمد، مقياسنا وقدوتنا هو رسول الله محمد. النبي محمد أصيب بالحمى. اسمع يا عمي، النبي أصيب بالحمى، لم يصلي بالمسلمين 17 صلاة، 3 أيام ونص، يزيد ساعة يقل ساعة. وكلما زاد عليه الألم أتوا إليه بقدح فيه ماء ويمسح على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات.
ابتلاء. ابتلاء أن يبتلى النبي، ابتلاء رسول الله محمد. لا تقول لي أصل التعب بتاعي زايد، بل قل إن النبي كان يوعك كما يوعك الرجلين منكم. يعني إن كان عندك صداع نصفي، النبي عنده صداع كلي. جسمك تعبان 50%، النبي جدك مرتين. ما تصلي على النبي محمد. لكن هي الحياة. وارجع انا وانت كده لحظة ورا لسورة البقرة. قال تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. يا ايها الناس، يا اللي انت بتجري في الدنيا وبتقول انا لسه عليا بدري لما اموت، خدت عقد مع ملك الموت، خدت عقد مع ملك الموت وقلت له انا لسه عليا بدري. اياك انك تسوف التوبة بتاعتك. اوعى تقول هتوب بكرة، اوعى تقول هزور اختي ان شاء الله في الموسم الجاي، اوعى تقول انا بكرة دي هتضيع، اوعى تقول بكرة خالص. بل قل يا ربي قلبي لك طائعا الآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا عم الحاج، يعني بالمعنى العام كده ما أنش الأوان تركع وتسجد للملك وتقول يا رب أنا غلطان يا رب؟ سيدنا عمر بن الخطاب قال لك لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. اسمع، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يطرق الباب على الحبيب. الحبيب صلي: إن شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فاختم بالصلاة على محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك فقل لهما محمد. رسول الله حقا، رسول الله حقا، اتبعنا وصدقنا بمحمد. سيدنا عمر خبط الباب بالعربي كده، طرق الباب، فقعد النبي والصحابة. فالصحابة قالوا مين بره؟ قالوا عمر. خدوا بعضهم هوب راحوا طالعين، اللي دخل هنا واللي دخل هنا، وبقي النبي الأسد، النبي محمد، وبقي معه أسد الله حمزة. قال حمزة للنبي، قال حمزة للنبي: يا رسول الله، إن كان عمر أتى في خير فمرحبا به، وإن كان في غير ذلك فأنا له يا رسول الله. فلما فتح الباب لعمر، ما تصلي على النبي وخليك معايا هنا ووحد الله. فلما فتح الباب لعمر مسكه حمزة فعضله. ارجع للغة العربية كده، كلمة عضله يعني كتفه. حمزة
بيكتف ايدين عمر بن الخطاب ويدخل على النبي محمد، اسمع، فيمسكه النبي من ها هنا، يقول له يا عمر أما تسلم إلا أن يأتيك الله بقارعة من السماء؟ أما آن لك أن تسلم يا عمر؟ أما آن لك أن تسلم يا عمر؟ فيقول عمر بن الخطاب والله ما جئتك إلا مؤمنا برسالتك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو عمر، هذا هو الفاروق. وأنت اليوم لا تسوف توبتك، ما تقولش بكرة خالص، إياك. ومن ربنا خلقنا ليه؟ عشان نعمل. العدة بتاعتك اللي شغالة ايه؟ ايه المعدات بتاعتك يا عم الحاج؟ واحد في ورشة نجارة عنده رابو وعنده منشار وعنده مش عارف ايه، وواحد تاني شغال في تتريز عنده مكنة كذا ومكنة كذا ومكنة كذا. انت بقى العدة بتاعتك ايه؟ والله يا عم الشيخ عندي عدة فيها ايدين، ما تصلوا على النبي يا عم الحاج. وعندي لسان، نمسك العدة بتاعت لسان دقيقة واحدة بعد ما تصلي على النبي يقول عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد كان بيقرأ آخر آية بيقول إنما المؤمنون يا عم الشيخ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. احنا نايمين؟ لا ده احنا بنسمع. من هم المؤمنون؟ احنا قلنا يا حج هنمسك عدة واحدة بس اللي هي ليه؟ اللسان، صح كده؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. انت بقى شغلانتك في لسانك ايه؟ الفتن يا مولانا، افتن على المسلمين وافسد بين المسلمين، هي دي شغلانة. وواحد تاني شغلانته غيبة ونميمة، وواحد شغلانته الذكر، طول ما هو قاعد لا له دعوة بحد ولا بيكلم حد، لسانه ذاكر. عارف النبي كان بيقول بعد ما تصلي على النبي اللهم اجعل لي لسانا ذاكرا، لسانا ايه؟ ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. النبي بيقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. لجلال وجهك سبح الملكوت يا من له الإعزاز والجبروت. يا من له الإعزاز لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لذلك أنا جاي النهاردة أقول لك خليك مع ربك أحسن، سيبك أنت من الناس، لأنك لو اجتمعت على أن تجمع قلوب البشر لك حتى وإن كنت ستشتري الناس بالمال، بص لو هتبدر فلوس بدر عشان يجتمعوا عليك انت والله ما هيحصل، لان المحبة دي بيد الملك. قالوا في الله اشياء كثيرة، قالوا ثالث ثلاثة، قالوا العزير ابن الله، قالوا اشياء كثيرة جدا.
قالوا على النبي شاعر مجنون. امبارح كنت في الخطبة بتكلم عن ابو سفيان واسلامه في فتح مكة. اسلامه في فتح مكة لما وقف ابا سفيان يمسك بسيفين في يده ويقول لو شفت محمد داخل مكة هقطعه بالسيف ده. سب وشتم، والنبي وقف في اخر القصة خالص عشان انا ذكرتها امبارح في ابو ياسين وما ينفعش اكررها تاني. وقف النبي ابن الزبير يقول لرسول الله محمد لما تمكن النبي وفتح مكة وادخل بلالا وصلى في الكعبة بداخلها ورفعه على ظهرها، يقول ابن الزبير انه يوم الملحمة يا رسول الله، فيرد الحبيب محمد يقول لا، بل هو يوم المرحمة، عشان نرحم. اما تقدر على واحد اعفى عليه، سيبك انت من اللي احنا عايشينه، كل واحد بتلبد للتاني وفي الاخر كلها في القبر هتتساوى الا بالاعمال. لا تقول لي غني ولا فقير، لا تقول لي على ده كلام وتفتن وتعمل وتسوي، الكلام ده ملوش لازمة. انظر لحبيبك رسول الله محمد يقول اليوم يوم المرحمة إنما بعثت رحمة للعالمين. وتلا قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال اذهبوا فأنتم أيوة كذا الطلقاء. إنك النهاردة تقتدي بسنة النبي، وإنك النهاردة تحتفل بميلاد النبي، هو أن تطبق سنة الحبيب محمد. والختام أحباب رسول الله بعد أن تصلي على الحبيب. صلى على النبي. احنا قلنا نتكلم عن العدة اللي هي اللسان في دقيقتين اتنين. خد ورقة وقلم وتخطى العتبة دي، وانا همشي على العتبة دي طول عمري. ليه؟ ده هيموت وهو ساجد، واحد تاني هيموت وهو بيقرأ القرآن، واحد تالت هيموت وهو بيشرب بنجو، واحد رابع هيموت وهو بيزني، والخامس هيموت وهو مسافر، والسادس هيموت وهو بيخطب، والسابع هيموت. انت طريقك اللي واخده ايه؟ طريقك ايه؟ الرجل بيقول ايه بقى؟ كان داخل يصلي العشاء في مسجد من المساجد معايا يا عم الحاج. رجل دخل يصلي العشاء، فبعد لما صلى مأموم خلف الشيخ راح داخل عليه وقال له انا عايز منك نصيحة. كله يبص لي هنا، نقول الدقيقتين يبقى دقيقتين. ايوه جينا في زي ما بقول لك كده الزتونة. اعمل ايه؟ قال له يا عم الشيخ. قال له نعم. قال له انا عايز منك كلمة امشي عليها طول عمري، اقابل ربنا بيها وادخل الجنة بيها. الشيخ يقول ايه بقى؟ قال والله نسيت كل احاديث النبي. ما هو ساعات لما تيجي تسأل واحد سؤال ينسى كل حاجة. قال له بص يا ابني. قال له نعم. قال له خد كلمة واحدة هي قال رسول الله محمد كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان في الميزان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال له بس. قال له بس. قال له ممكن يا عم الشيخ تقولهم لي تاني مرة واحدة؟ قال له كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الراجل طلع منها ودخل، وهو داخل على الكوبري بتاعه ابو ياسين قال يا شباب. قالوا نعم يا عم الحاج. قالوا له النبي بيقول اهو بدأ بقى الدعوة الى الله، كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. دخل الملعب، دخل البيت، زوجته ولاده، قعد عايش على الحديث ده. كل ما يقابل واحد يقول له ما تصلي على النبي محمد. اجى الراجل تعب ودخل العناية وركبوا له خراطيم. يعني ايه؟ يعني خلاص هيفارق الحياة. فابنه بيقول للنبي، بيقول للدكتور ابويا عامل ايه؟ قال له خلاص ابوك دقائق وهيفارق ايه يا عم الحاج؟ هيفارق الحياة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. اسمع، قال له أبوك خلاص دقايقه هيموت. القاعد على السرير أبوه راح مفتح عينه كده نص تفتيحة وقال له يا دكتور جرب عليا. جرب ابنه، جرب فيه يابا. قال له يا ابني بوصيك وصية تمشي عليها في حياتك. قال رسول الله محمد كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. قلهم يا ابني طول عمرك. وأغمضت عينيه وفاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى. حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لفقيدنا. حج أحمد كان رجل طيب وكان رجل ذاكرا لله تبارك وتعالى، عاش حياته طيب ومات طيبا، وأسأل الله أن يغفر له الله تبارك وتعالى وأن يجعل قبره في سعة. عايزك تقول آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لفقيدنا، اغفر له وارحمه وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا يا ربي فتجاوز عن سيئاته، واغفر اللهم له وللمسلمين أجمعين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن يبيض وجوه الحاضرين وأن يرزقني وإياكم ميتة حسنة وأن يحشرني وإياكم في زمرة المساكين ومع موعد بعد صلاة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم فيها إن شاء الله عن فقدان الأب والأم ومنزلتهما عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يبعد عني وعنكم الحاقدين والحاسدين، وأن يبعد عني وعنكم الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وسلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. قبس من نور النبوة قدمها الداعية الإسلامي الكبير وفارس الكلمة الدكتور محمد أبو رحومة، مشاركا واجب العزاء في ليلة وداع الرجل الطيب باسم عموم عائلات قرية أبو ياسين. أشكر باسمكم جميعا السيد النائب اللواء عبد الله لاشين عضو مجلس النواب في حضور منارة الأعمال الخيرية بجزيرة أبو عمرو
الحاج إبراهيم النادي. أشكر لكم جميعا كل من شاركنا واجب العزاء. وإلى هنا يتوقف بنا الإرسال مع حضراتكم، وإلى أن نلقاكم على خير بعد صلاة العشاء. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.